عملت معاكم قبل كده فيديو القرنبيط مع البطاطس. ميكس القرنبيط مع البطاطس وكان جميل جدا، وعملناه في على هيئة قراص كده، وعملناه في الفرن. النهارده بقى نعمل القرنبيط بالطريقة المعتادة اللي كلنا متعودين عليها، بالبيض والنشا. أول حاجة طبعا هنزل بالبيض بتاعنا. ده الخليط اللي هنعمل فيه القرنبيط، بقولك على معلقة واحدة هتحطيها، دي اللي هتخلي معانا القرنبيط بتاعنا مقرمش طول ما هو عندك التكليف. اول حاجه البيض، بعد كده نحط التوابل بتاعتنا: ملح، فلفل، كزبره، كمون، كركم. هحط معلقه دقيق على البيض بتاعنا. طبعا انا مش عامله كتير، انا عامله على قد الكميه اللي انا هعملها بس. لو انت عندك كميه قرنبيط اكتر بتزودي البيض بتاعك. هحط دلوقتي برضو معلقه بيكنج باودر، وده السر من اسرار قرمشه القرنبيط، البيكنج باودر. السر التاني بقى في معلقه النشا. طبعا كلنا عارفين ان النشا من الحاجات اللي هتخلي اي حاجه نحطها عليها نشا. معلقه النشا، وهنقلب. طبعا الخليط بدأ يسخن معانا. في الحالة دي هنضطر ان احنا نخفف الخليط دوت بشوية لبن. مجهزة نص كوباية لبن معايا، شايفين؟ هنزل عليه نص كوباية لبن بالمنظر ده كده. وهنزل بالقرنبيط بتاعنا بقى في الخليط بتاعنا دوت، وعلى نار متوسطة. انا حاطة الزيت يتقدح. هنزل بقى في الزيت واوريكم شكل القرنبيط بتاعنا اول ما نخلصه. وسر كمان اسرار قرمشة القرنبيط انك اول ما تطلعيه من الزيت طلعيه في مصفى، ما تحطوش على ورق مطبخ، لا حطيه في مصفى عشان يصفي الزيت اللي فيه ويفضل مقرمش ومحتفظ بالقرمشة بتاعته. وخليه مفرد، لما تيجي تقدميه تحطوش على بعضه، لا خليه بعيد عن بعض شوية. وده شكل القرنبيط بتاعنا اهو، ده المنظر الجميل ده. القرنبيط بأي طريقة وفي أي شكل طعمه جميل جدا جدا جدا. أتمنى تجربوا وصفاتي، واللي مشتركش معايا في القناة يدخل ويشترك، هتشوفوا حاجات جميلة على قناتي. عملنا القرنبيط بالطريقة المعتادة، طريقة أمي وأمك وجدي وجدتك. تعالوا يلا نشوف عملناها ازاي.